أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب. كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، رجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله. هاد الايام غادي يكونوا فيديوهات بزاف هكذا، فيديوهات رمضانيين، وغادي نحاول انني كل يومين ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو، الا ما كانوش شي ظروف طبعا، فكل يومين ان شاء الله غادي يكون فيديو رمضاني متنوع هكذا، فيه نهاري، اجواء ديال رمضان عندنا، كيفاش كندوز النهار، ماما يكونوا فيه وصفات، ماما يكونوا فيديوهات متنوعين ان شاء الله. فاليوم انا لقيتوني باقا مع الدار ديالنا باقا في طنجه، فدابا قربت المغرب غنهبط باش نبدا، ماشي غنبدا لا، ماما موجده اغلبيه الحاجات، انا نوجد شي حاجه صغيره هكذا للفطور، فيلا معايا. متفضل بصل الخضر عندي، ماشي انا نعدلهم، نحطو البصل وصافي، قنينطات بالحوت والخضره، وهادو لي كيش كفته قنينطات صحابي، حيت البارح اللي كليناهم بالحوت حبيت هادو بالحوت. اوكي، هادو قنينطات بالكفته، وهادو لي كيش، هادو الوصفه ماما حتى هما، هادو اللي بالبصل والزبيبيه كيجيو كيحمروا. عرفتوا اول نهار نعدلو عصير هاد رمضان ما عرفناش علاش ما جاتناش، ما قلناش عقلنا على العصير هاد العام. يلا نعدلو هاد المره. اليوم شحال في رمضان؟ شحال صومنا؟ يوم 5 رمضان. يوم 5. شمتي في العصير؟ بان هنا الفريز والافوكا والبنان، باقا هادي الكيوي ياك؟ البنان والتفاح والكيوي. البنان والتفاح والكيوي باقي عندي التفاح، باقي ما عرفاش القياس الصراحه. يعني عملت تمر، عملت تمر كيجي المذاق ديالو باش كيحلي. وهذه هي الطابله ديال الفطور ديالنا، حتى هو عملت اليوم زليفه سيرفين. كضحك زينب قدامي، كيعجبوني انا هادو. باقي غنجيبو غير السوبيره ديال السوبه، هما عاملين لنا سوبه اليوم ودابا باكاش كيستنى المغرب. وهذه هي الشوربه اللي عملت ماما الفطور بالخضره والجدد، كتشاهي. حطيت فريز كيطيب حتى انا عندها تشيز كيك، عملت فريسه طيب تطيب وديك الساعه نشوف يا اما نخليها هكذا يا اما نطحنها. عاملاها مع السكر وشويه الليمون وشويه ديال الماء. غادي نوجد تشيز كيك، عدلت هنا الفريز طيبتها مع السكر وشويه ديال الليمون، زدت لها شويه ديال الماء باش طاب وصافي هو واجد. وعندي هنا الكريم اللي وجدته، وعندي هنا باقي خصني غير البسكوي نطحنو ونعملو في هذا المول. عرفتو كنت غنعملو في هذاك المول ديال التشيز كيك اللي كيتفتح ما جبرتوش، المهم نعدلو في هذا حتى هذا مزيان. و خصني نشوف السينيه اللي غادي تجي لتحت، شي وحده تكون صغيره باش تدخل لي الثلاجه. وصافي كيف قلت لكم نطحن البسكوي نزيدلو الزبده ونعدل ونبدا نوجد في الطبقات. عملت الطبقه الاولى ديال البسكوي، ودابا غادي نحط فوق منها الكريم اللي عندي واجد، واخر طبقه غتكون ديال الفريز. اهلا من بعد الفطور، جيت باش نكمل العشاء. المهم اللي ما عارفينش حنا ما كناكلوش مره واحده، حنا كنفطروا شوربه عصير شي نوع ديال المملحات هكذا، المهم على حسب كل واحد شنو كيعجبو ياكل.
ومن بعد عاد كنتعشاو، يعني كناخدو بحال 3 الوجبات العاديين اللي كيكونوا في النهار قبل من رمضان. فدابا نعدل كتشوفوني هكذا كندون هكذا اوضح. المهم داكشي باقي عاد يتجمع حيت يلاه فطرنا نوض باش نوجد العشاء، كنا باقي ما وجدناهش. غنعدل روز بالخضره ونعمل معاه بروشيت وصافي. نزلت هنا الحاجات اللي غادي نحتاجهم، قطعت الجعده وقشرت البصله ومطيشه. المهم نوريكم المكونات ديال كلشي اللي غادي نعدل، ودابا غادي ندوز باش نوجد العشاء. عندي هنا الجعده قطعتها والروز مغسول. عندي هنا هذه جلبان باقا ما غسلتهاش، باقا تغسل. وهنا الفلفله الاحمر والخضر مقطع، وهنا البصله مقطعه، وهذه مطيشه غادي نحك وباش نبدا نوجد العشاء. شحال البصله والفلفله والجعده. دابا غادي نزيد لها الكرامه ديال مع غير سكينجبير خرقوم والبصل وشويه ديال العطريه ديال الجدر وصافي. وغادي نعمل معاهم غنزيد غير الجلبانه والروز ونمرق عليها ونخليها تطيب. هنا بديت كنوجد البروشيت. عملت معاهم شويه ديال الربيع حيتاش ملي كيكونوا كيتشواو كيتحرق، وخليت كميه اخرى نحطو هكذا فوق منهم من بعد ما يوجدوا. وقررت نعملو معاه هكذا في المقله باش يوجدوا بزاف بلا ما يبقاش على الفران وداكشي. نعملو معاه هنايا في المقله مع شويه ديال الزيت يتحمروا من جهات كاملين وصافي. دابا نبدا ندخلو عندهم في الوداد ديالهم. قبيلتهم في الماء باش ما حيت كنت ناوي نعملو في الفران، ولكن حتى هكذا مزيان باش ما يتحرقوش. عندي الروز كيطيب هنا البروشيت هما واجدين حتى يقربوا يجيو من الجا ما شاء الله وما يطيبوا. وهنا باقي غنصايب غير السلطه وغنكون صافي ساليت. اهلا، صباح الخير عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ انا لقيتوني فقت ولبست عليا، لبست العبايه. غادي نخرجوا انا واختي، غنمشي نشري الحاجات اللي باقي ناقصني للعيد، حيت انا في الغالب ان شاء الله يعني يمكن ما نجيش يكون باقي وقت بزاف للعيد، فقلت نسالي كلشي سخره اللي عندي على برا، الحاجات اللي باقي خصني نشريهم للعيد والحاجات اللي ناقصيني كاملين نمشي نشريهم دابا، حتى باقي ما كيجيك الزحام ديال العيد وكلشي. فدابا لبست ليا كيف ما قلت لكم وغادي نخرج. اول حاجه غادي نمشي نكاسه براطه، ومن بعد يمكن نمشيو للمدينه، ويمكن حتى المول، ما عارفه الصراحه. ما غادي نمشيو نبداو ندورو ونشوفوا فين غادي نلقاو الحاجات اللي باقيين خصنا. هادي اللي عاملين هنا حطيتهم، تخيلوا باقيين حاطين حاجات ديال الشتا. شنو كندوش كيكونش عندهم السيكه مزيون. شوفوا انا شنو راسم على العبايه. كيبان لي الباش لا، هذا ديما كيكون عنده حاجات مزيانين الصراحه. اهلا من المول. لقيتونا جينا غير اختي غتاخد السوق ديال العيد، باقا ما شراتوشي وصافي لقاتو دابا وصافي غادي نمشيو بحالنا. ما غاديش ندورو بزاف صراحه، عيينا نهار ديال رمضان باش تاخر فيه كلشي صعيب صراحه. صافي دابا غادي نمشيو للدار.
جبرتوني رجعت للدار وحطيت حوايجي والحاجات ديال الدوش، غادي ندخل ندوش. تبارك الله هاد النهار كان الجو سخون والحراره. الحمد لله اللي جبت معايا العبايه جبرت شنو نلبس، لانني جبت معايا اغلبيه الحوايج ديال الشتا. والجو سخن فجاه تبارك الله. اليوم كان الصهد وصافي. دابا غادي ندخل ندوش قبل ما نفطر ونهبط نوجد داكشي اللي كنحطو ديال الفطور مع ماما فاش ندوش ان شاء الله. ديك الساعه نرجع نصور معكم. وهذا هو فطورنا اليوم. هادو سيكر بفرماج وهادو مملحات اللي كنت قلت لكم بجداد وجاده. وماما عملنا لنا العشاء بيتزا سائله والحريره وداكشي ديال الفطور. ودابا نمشيو نفطرو.